كاساس صار له سنتين ونص على هاي التشكيله وعلى هاي التخبطات. في زعل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اولا الفريق الفلسطيني قدم اليوم مباراه فدائيه الصراحه احكي لك اياها. كرايي انا على المنتخب العراقي تخبطات بدها تصير عندنا بالاتحاد العراقي، هاي وحده. اثنين، انا كابن بلد انا ما احب اطيب بلدي، بس اليوم هم نتجرأ نحكي عليهم. الاتحاد العراقي يأس بكاساس، كاساس صار له سنتين ونص على هاي التشكيله وعلى هاي التخبطات. والله العظيم الفرق الشعبيه ما نسلمه، هم يعرفون العراقي شنو جاي اقول اني فرق شعبيه يعني شنو ما نسلمه. والفريق الفلسطيني ادى فدائي من الشوط الاول، صح كنا احنا جايبين الجول الاول، بس اخر 5 دقائق 6 دقائق الفلسطيني تلعب علينا جول ما صايره هاي. يعني انت جايب، هل كان في غرور اليوم عند اللاعبين؟ انا حسيت اليوم في غرور عند اللاعبين العراقيين اليوم، وتم استفزاز الجماهير الفلسطينيه ايضا في الجول الاول. اسمع لي لا حبيبي بكل صراحه، اسمح لي احكي لك صراحه، ما بدي اجاملك. نعم ما بدنا مجامله اليوم. ما اكثر اللي يلعبون بالمنتخب كلهم بالنوادي مالتهم ما يلعبون. عندك علي جاسم ما يلعب، عندك ايمن حسين ما يلعب، ما ينزل. على شنو جايبه؟ عندك الابدع من عنده افضل من عنده، ليش ما تنزلهم؟ المنحاط اليوم نقعهم من الفاصليه اسبوع كامل، نزل 3 ايام 4 ايام، هم بالنوادي ما جاي يقدم. على شنو جايبه؟ عندك انت افضل شيء، عندك نادي الزوراء، عندك نادي الجويه، عندك نادي الشرطه، عندك نادي زوخد هوك، هذول افضل لاعبين اللي عندنا، جايب لي هذول قاعدهم بالنوادي ما يلعبون، هو قاعدين على المصطبات، يجيبه قاعد هنا يلعب، شو يريد يقدم؟ زعل وغضب كبير اليوم من الجماهير العراقيه.